احلى حكاية بدأت من سنين، احنا نجحنا علم ملايين، احنا الماضي والحاضر وبكرة، احنا جهد وعزيمة وفكرة، في جودة مفيش تغيير. دي عبورلاند استاد كرة FM على 108. استاد كرة FM يكشف حطة تانية. استاد كرة FM استاد كرة FM. استاد كرة FM. استاد كرة اف ام مرة ثانية معاكم. سموحة يفوز على المريخ 3-2 في مباراة شهدت 3 ركلات جزاء، ومنهم واحدة صدها عماد فتحي حارس مرمى المريخ اللي كان متألق النهاردة. والحقيقة يعني المريخ قدم مباراة كويسة وتقول انه لا كان ند النهاردة. خلينا نقول برضو انه مفيش مفاجآت حتى الآن. الاتحاد بدأ اليوم امبارح، بدأ الدور ال 32 وفاز على السكة الحديد، ويلاقي امبي اللي فاز النهارده على الفيوم بدون اي مفاجآت حتى الآن. بتروجيت فاز على الاسيوطي، ويلاقي الفائز من المقصة واتحاد الشرطة. سموحة فاز النهارده على المريخ، فبالتالي مفيش اي مفاجآت في كأس مصر حتى الآن. فرق الدوري هي اللي بتفوز. كابتن سامي، الدكة هي اللي فرقت. طبعا النهارده لما نيجي نتكلم على التغييرات اللي حصلت، دي الفروق الكبيره بقى اللي بالنسبه كبيره كانت بين المريخ وما بين سموحه. الدكه التغييرات الموجوده هنا بتنزل تقل موجود في حسام حسن وتمساح، وحتى رحت منزل رجب بكار اللي هو المفروض هو الباك الاساسي. كل الثلاثه دول لما نزلوا، هو كمان كان في الطرد كمان بتاع باتريك مالو، ده علّى كمان الاداء بتاع فرقه سموحه. النهارده بتتكلم على تمساح من افضل ما يكون، عمل جبهه هايله. حسام حسن نفس الموضوع. رجب بكار لما نزل اشتغلوا على الجبهه اليمين، ما حسيناش ان فرقه سموحه بتلعب 10. لما تيجي تركز كميه الهجمات اللي ضيعها سموحه، مستحيل لو حد ما شافش الطرد يقول ان الفرقه دي بتلعب 10 قصاد 11. مع كمان التغيير اللي حصل بتاعت محمد ناجي جده، اللي هو افضل لعيب في اللقاء حتى قبل خروجه. يمكن كان من افضل اللعيبه، اضاع اكثر من فرصه، والهدف اللي جابه هايل. اتلعبت هجمه مرتده خدها، خد باتريك مالو او راح مراوغ حارس المرمى المهدي سليمان وراح حاططها في المرمى هدف. يمكن هو كان المحطه اللي بيشتغل عليها وبيجي من تحتيه هشام البطوط، لكن هو لما طلع الفرده دي ضغط نفسه. لما طلع محمد ناجي ودخل ضياء مسعود، هو ضغط نفسه. مدرب فرقه المريخ النهارده لما تيجي تتكلم على كميه الفرص اللي راحت من سموحه، وضاع بشكل غريب جدا. يمكن بدايتها طبعا ضربه الجزاء اللي ضيعها محمود السيد وصدها عماد فتحي، بعدها على طول في الدقيقه 20 عرضيه من اسلام محارب بالراس رؤوف في ال6 ياردات. رد الفعل كان عالمي من عماد فتحي في ال6 ياردات، قويه جدا، حطها طلعها من فوق العارضه بشكل اكثر من رائع. بعدها على طول برضه عرضيه من اسلام محارب في ال6 ياردات لوحده. محمود السيد فجاه بيحط رجله قلشت وتعدي بجوار القائم بقليل. عرضيه برضه من كورنر من ناحيه الشمال، تقع من ايد عماد فتحي، يلاقي سيد فريد يلف ويحطها بوش رجله في المرمى، لكن المدافعين كانوا قاموا بدور بقى، دخلوا مكانه على خط المرمى وطلعوها. وبعدين بتتكلم بقى على حسام حسن برضه لوحده، اتلعبت من اسلام محارب، طلع بالراس وراحت معديه بشكل غريب جدا. دي كلها كميه فرص غريبه طبعا لغايه ما جت الدقيقه 41. عرضيه من تمساح طبعا في ايد مدافع، طلع بالراس، راحت معديه جت في ايده من فوق احمد رؤوف. طبعا ضربه جزاء بريد، برضه ضربه حره يمكن اتلعبت من ناحيه الشمال، تلف برضه على محمود السيد ويحطها في المرمى. لكن كميه فرص من فرقه سموحه وهي بتلعب 10 صعب جدا. كان لازم فرقه المريخ تبقى افضل من كده. استسلمت للضغط الموجود من سموحه، ما قفلتش المساحات زي ما كانت مقفلاها في الشوط الاول. لكن يحسب للكابتن طبعا اللي هو المدرب بتاعهم بتاع فرقه المريخ، ان هو خرج واحد من افضل اللاعبين اللي موجود. كانت غلطه دي، واكيد شادي معايا في الحته دي، ان طلع افضل واحد في الملعب. فده ضغط محمد ناجي طبعا في الناحيه الثانيه. انا كسبان، انا لما ابقى كسبان غريبه جدا. الفريق اللي قدامي مطرود منه واحد، اطلع مهاجم، ازود القدرات الهجوميه ولا اخرج المهاجم وانزل واحد وسط ملعب او واحد مدافع؟ يعني ليه اخرج المهاجم؟ صح، ما هو عنديش حد غيره. الخط اللي بشتغل عليه الكوره، يعني اللي هو لما هتروح له الكوره هيطلع، هو لعيب كوره كويس، وده اللي حصل في الهدف. يستلم الكوره
فبالتالي اما هو اللي تسبب كمان في ركله الجزاء اللي احرزها. هو لا على حطها. هي لما رجله تبقى يعني الراجل هيستلم الكوره، هتتلعب كوره طويله او نقلتين وراحت له، هو لعيب كويس بيقدر يقف على الكوره. النهارده هيحصل بقى اللي خط الوسط هيندفع معاه لقدام، وخط المدافعين هيطلع لقدام عشان يقللوا المساحه عشان ما يضغطوش نفسهم. طب انا لما اخرج الوحيد المحطه اللي عندي ايه اللي هيحصل لي؟ هتضغط. خصوصا الفريق، انا ما بقولش لا مجازف، انا بقول لك الفريق اللي قدامك بيلعب 10، فلما يلعب 10 ازود انا كتفكير مدرب، انا لما اجي هعمل احط راس حربه تاني كمان، لو عندي راس حربه تاني كويس احطه يبقوا 2 عشان هو 3 عشان ما اتضغطش. بتبقى من مدرب هو يعني خير وسيله للدفاع الهجوم، بما ان اللي قدامك عشان اكون امين ودي كل واحد حقه. انا طبعا معترض على اداء سموحه وهو 10 وهو 11 جه في هدف تاني بدايه الشوط، وهو 10 رجع للمباراه. بس برضو يحسب للاعيبه سموحه وجهازهم الفني اللي انت ترجع للمباراه وتجيب هدفين في اخر 10 دقائق. بس يعني شفنا انا شفت فرحه غريبه وعارمه على لاعبي سموحه يعني فريق سموحه فريق كبير، عشان فرص سهله هقول لك، عشان فرص سهله جدا راحت وعشان توقيت الهدف فرحه مبالغ فيها. انا معاك 100%، فرق كبيره وبتقابل فرق من درجه ثانيه، لكن احداث المباراه كانت مثيره. يعني احداث المباراه كان فيها امور غريبه جدا. يعني لما بنتكلم على فرص سموحه بتتكلم فرص في ال6 يارده بتنزل لك عشان تحط بس بطن رجلك، كوره محمود سيد، بتتكلم على ضربه جزاء رايحه، بتتكلم على فرصه بالعرض بتعدي من محمود سيد، اختار التايمنج غلط، نط قبل الكوره، وان لو راح في نفس التايم جون 100% في ال6 يارده برده. فبالتالي انا بشوف ان الكلام ده كله حصل من وجهه نظري انهيار في اخر ربع ساعه في اللياقه البدنيه، كمان تغيير محمد ناجي جد وهو راس الحربه، مع اصرار لاعبي سموحه على الفوز، والتغييرات ساعدت بشكل كبير على فوز سموحه. انت قلت وحضرتك كمان بالتحديد كابتن شادي، السؤال ده مش هيقدر يجاوبنا عليه غير المدير الفني لفريق المريخ كابتن محمد عبد الرحمن، المدير